ندعمك ونقف معك، وانه والله ده ما نهايه العالم ولا نهايه الدنيا يا زول. انت زول راجل والله ورجال وعملت اللي عليك. انا والله انا شوف، انا طلعت الفيديو بتاعي ده بعد زي ما بيقولوا مآسي كثيره، يعني صابر شهرين، وما كان قصدي ما من الفيديو تشهير للبيت ولا حتى ان كنت طلعت اوضح حقائق، لانه زي ما بيقولوا مشت قالت حاجات مغلوطه عني قدام الناس، وكانت اصلا ما البيت ما محتفظه بالطلاق، انها ما قدرت توري الناس انها طلقت وكذا، واساءات قاعده تجيني من الناس، يعني وهي الناس اللي لحد الان عايشه تحت ذمتي وكذا، وتواصلت مع هذا يا جماعه حاصل من البيت كذا وكذا وكذا وكذا. انا اصلا حاليا مطلق منها قانونا ودينا، والاثنين انا مطلق منهم. نعم. هي في السوشيال ميديا حاجه ثانيه، وفي زي ما بيقولوا في الواقع حاجه ثانيه. نعم صح يا زول. والله ربنا سهل عليك يا اخوي، انت اللي عملت اللي عليك. المطلوب والله منك نحن والله شوف، نحن والله خوفنا عليك انت بس، يعني نحن والله بصراحه شديد من الحاجه. الفيديو طلع قاعد تبرر شو ذا فيديو غير مقنع، وفيديو بتاع زول تحسبه زول مستهتر كده غير مقنع. حتى اسمع كلامي، حتى الاسكرينات اللي طلعوها هي وصاحباتها دي ما تمسني باي صله، وانا لو تلفوني كان معي كان طلعت، بس انا ساكت عشان تلفوني ما معي، تلفوني عند البوليس له حكايه بتاع 3 أسابيع. لو تلفوني معي كان طلعته وفتحت لايف وفتحت الرسائل بيني وبينه كلها. انا السكرينات اللي رفعتها في الفيديو ديال فيهم سكرينات تابعه زي، لكن الباقي السكرينات دي كلها ما تابعه. يعني كلام يعني السكرينات دي اغلبها كلام مفبرك ساكت يعني. بس نحن شوف في رقم واحد مصري بس صح. الرقم المصري في واحد رقم في رقم بريطاني كده، برضه في رقم مصري. في رقم مصري ده بس صاحبي خش لانه ده مجال، وخش كده لقاه قال لي مسجل باسم واحد اسمه نشوه. انا ما حصل اشتغلت برقم مصري اصلا، انا كنت زمان في قطر شغال بواتساب قطري، جيت البلد دي هنا بريطانيا شغال برقم بريطاني. انا مصر دي ذات لما سافرت للزواج كان عندي شريحه بس شغال بها نت، لكن ما عملت فيها واتساب ولا عملت فيها. وانا الكلام ده كله ما بأسير. انا عارف لما طلعت الفيديو عارف الناس هتوصل، ما بيهمني الكلام ده كله ولا كلام الناس بيهمني، وانا اصلا السوشيال ميديا دي علاقتي معها زي ما بيقولوا زيرو، يعني ما اول مره يمكن طلعنا قدام الكاميرا. نعم. الكلام ده كله ما فهمني، بس انا طلعت في الفيديو ده اوضح حاجات ما للناس ذاته. اولا عشان انا كاتب في وصف الفيديو حاجه قدام ربنا، لانه انا الحاجه دي ما في راجل، خلينا مسلم او غير مسلم، ما في راجل بيحب يسمع كلام ما ظريف من الناس، انه هذيك الفلان الكده والكده والفلان الكده والكده. هي لو ساكتة بتعمل الحاجات دي ساكتة على نفسها معلش، لكن هي لا بتجي تنسب لها الكلام وما بتقول في السوشيال ميديا لان هي خايفة على سمعتها في السوشيال ميديا. ففي نفس الوقت بتمشي بتقوله في بيت الرجال، وهي كذابة، لانه انا اليوم اللي اعتقلوني كلبشوني كانت قاعدة في بيت العزابة ده، وانا عارف البيت ده ما شايفه مرتين، ولما كلبشوني وكانت لابسة ملابس نوم. الكلام ده بيسألني منه الله يوم القيامة. انا لما كلبشتها والولد اللي معاه ذاته كذاب، لما قال لي البنت ما قاعده هنا بعد شويه وجات ما من جوا، وهي اصلا اوريدي كانت وصلت البوليس. يعني الموضوع ده هم 3 هي وصاحبته الولد ده، الموضوع ده يعني اللي بيقولوا باحتراف. انت الحاجه دي حاسبه انه شغل مخطط يعني مدبر، ولا بس يعني مدبره بحذافيره. اكتشفت الحاجه دي 200 انت اكتشفتها 200 انت؟ الحاجه دي ما ظهرت لي الا بعد ما هي زي ما بيقولوا لقيت البيره دي قدامها وتكلمت معاها البنت ما هبشتها بيدي، تكلمت معاها قلت لها كفايه يا شراب كفايه. بعدين دارت اتفاهم معاها انها بتعمل في شنو. انا سالتها سؤالين، قلت لها بتعمل في شنو؟ قالت لي انت شايف شنو؟ قلت لها شايفك انت شربتي ووسيتي ما وعي. قالت لي ما اشرب، الناس كلها بتشرب. المهم هي بتشرب من زمان ولا بس ولا هنا بس في بريطانيا بس؟ انا ما عارف المعلومه دي تمام، لانه انا قبل كده سالتها قالت ما عندها علاقه بالشراب والحاجات دي، يمكن بدايه الله اعلم. انا ما شفت الحاجه دي ولا قالت لي. على كل حال شوف انا والله شوف انا ما اقدر ارجع اقلب لك المواجع. اي نعم. انا والله همي الوحيد انك انت تكون اوريك حاجه دقيقه. انه ده اسمع انا داري اقول شنو بس. فاسي لما المشكله دي حصلت وانا طلعت الفيديو بتاع، انا جوني ناس قالوا لي البنت عندها افلام اباحيه، والله العظيم.
بالمناسبه انت حاليا في لايف بالمناسبه، والله انا صفحتي في ناس بيكبشروا وقاعدين يعملوا الكلام ده. في كلام انا ما دايرك تقوله. لو انت داير مثلا، انا ما اعرف انت داير تعمل شنو خطوه قدام يعني. هل انت داير تطالب بحقك يرجع لك؟ انا البيت اتجاهها ما عندي اي خطوه اتجاه البيت حاليا، ما عندي اي خطوه اتجاهها، بس انا طلعت ووضحت للناس حقائق، وضحت لربنا قبل الناس حقائق انه ده الحاصل والحاصل والحاصل. انت طالب منها شنو مثلا؟ ان هي يعني تعترف انها هي انت انفصلتوا وتكف عنك، ولا انت في حاجه ثانيه دايرها مثلا تكون يعني؟ ما هو الكلام ده اصلا كان المفروض يحصل قبل الفيديو بتاعي انا، لانه انا تكلمت مع اهلها وتكلمت مع خاله وتكلمت قلت لهم يا جماعه احنا انفصلنا وهي شيء، فخلوا النهله دي تطلع يقول يا اخي انا انفصلت من زوجي وكده وكده وكده. ما الكلام ده حتى ولد عمها قبل 4 يوم اتصل علي وتكلمت معاه في الواتساب والرسائل بيني وبينه قاعده حاليا. ده ولد عمها قال لي ولد عمها هو كان اسمه محمد مصطفى، انا ما اعرفه هو ولد عمها جد ولا لا، مخش علي. فتكلمت معاه وقلت له، قال لي انا اصلا جاي احل المشكله. قلت له والله انا لي شهرين ساكت وانت تكلمت مع اهله وكده وانا اصلا ما اقدر اطلع في الميديا، من بدايه الموضوع لانه انا ساكت لي شهرين. لا بالمناسبه شوف داير اقول لك حاجه، انت طلوعك في الميديا وضحت، لانه ممكن في ناس كثير جدا يقعد لانه ده احتيال بصراحه يعني، وده لعب بمشاعر الناس. انت زول شاب وانت انت تعبت وهاجرت. اسمع كلامي دقيقه، اسمع كلامي. انا انسان راجل ما قاعد اخاف من حاجه ولا كلام الناس بيهمني. لك ودي لك جيب، انا اهم شيء قاعد ارضي في ربنا. وانا لما خطيت يديني في المصحف ما خطيتها عشان الناس، وانا نازل الجمهوريه. لا نحن والله مصدقينك. شوف يا ميسره، من غير ما تعرف عاين اسمع كلامي، من غير ما تعرف والله نحن مصدقينك. لان شوف نحن رجال بنعرف الرجال، انت من غير ما تعرف كلامك كان واقع ومنطقي. في ناس بس انتقدوك في حاجات بسيطه يعني، مثلا مساله السكر وحاجات البسيطه يعني، انه والله قاعد في بيت رجال مفترض الكلام ده مفترض كان ما يقال وكذا يعني. لكن انا كل حاجه شوف الكلام ده يتقال دقيقه. الكلام ده المفروض يتقال، لانه انا ما الفته من راسي، لانه الفيديو انا اسيت خاشت في لايف من الفيديو شفتها هناك، وهي ذات لو خشت اللايف ده ممكن تسمع الكلام ده. كانت انا جيت مره بغادي بجنبيته، ودي المره الثانيه اللي اتكلبشت فيها دي جات مره بغادي، وهي ما بتنكر الكلام ده. جات طلعت تستلم رساله من بتاع شفتها هي طلعت قدام البيت. فلما انا بعد ذاك انا وقفت عربيتي دي بركنتها. الو لا نعم سامعك. اي نعم تفضل، بس مرات شبكتك قاعد تقطع. فقلت لك انا دقيقه انا بركنت عربيتي دي قدام البيت بتاع البيت دي اللي هو ساكنين فيه ده. الولد جاني طالع معه كم واحد كده، فسالته قال لي البيت دي ما موجوده هنا وانا ما عندي معها علاقه، وانت مجنون. قال لي انت مجنون قاعد تتخيل كده وكده. في نفس اللحظه البيت دي ذاتها اللي فتحت الستاره تحت الصاله الليفينج روم، فتحتها شافتني وقفلت الستاره وتناقشنا والولد ده قال لي لا الاولاد الشبكه متفقين معاهم، انت بتعرفهم قبل كده كيف يعني؟ باقي الاولاد ما عندهم علاقه بالموضوع، انا بتكلم عن الولد شخصيا. باقي الاولاد ديلك ما عندهم علاقه بالموضوع. الشبكه دي النهر دي وصاحب قالت صاحبها محمد ده، وزي ما بقولوا اسمها منو صاحبها دي. لأن هذا انا دخلتها في الموضوع ليه؟ لانه انا هذه لما جات تشيل العفش بتاعك جات مع نخله دي معاهم البوليس، جات تشيل العفش من بيتي شالوهم الشبيكه. الحاجه الاولى دي. الحاجه الثانيه لما محمد عبد الله ده زاد انا قابلته في المره الاولى قال لي اني النهله زوجتك دي ما بعرفها، لكن جابت لي نهار. ده كلام بخشم. قال لي جابت لي نهار وقالت البيت دي تطرقها من البيت ونايمه في المطر يومين ما عارف شنو كده. الكلام ده كله كلام ذاك صح. كلامنا هي نايمه برا البيت ما يومين وما عارف انت قال مسكينه جنب مشردين ولا هومليس ولا ده كلام تلفيق ساي ولا حقيقه برضه؟ لا انا ساكن في شقه ولو في زول داير زي ما بقول يتحقق يقص الحقائق انا نفسي اوديه الشقه دي نشوفها، نشوفوا مشردين ولا ما مشردين. انا زول عايش الحمد لله وشغال وشغلي كويس في عارفه، ودينا سكينه في الشارع او في مكان مشردين شنو؟ يا زول والله يا اخي ما قصرت والله بصراحه يعني. طيب دقيقه عارفه الحاجه دي انا ما قصرت معاها، ولما مشت قالت للناس ميسر مجوعني ما في زول حتى المشردين اللي تكلمت عنهم دي ما قاعدين يجوعوا في بريطانيا، خلينا هي ساكنه لها مع راجل يعني. الحمد لله لا جوعنا في السودان ولا هنا جوعنا نحن معقوله. لكن
طيب انت هسه انا اكيد طبعا ما بقى اتواصل، ما انت الان انت طالب منا شنو مثلا يعني؟ عشان انا والله انا بحاول بقدر الامكان احنا انا حاليا ما طالب منها شيء ولا عندي معها علاقه حاليا. انا طلعت الفيديو عشان طلعت الفيديو بعد تحذيرات كثيره، يا جماعه الحاصل كذا الموضوع. حتى انا موصي اهالي ناس بيتنا واهالي في بدايه المشكله، يا جماعه الموضوع ده انتهى عليه كده، الموضوع ده ما يوصل ما يطلع برا ذاته، كنا متفقين على الحاجه دي. لكن الشغله اتطورت، وانا قبل ما اطلقها لما مشت البيت ده، انا بعد ذاك يا اخو زي ما بيقولوا خلاص يعني حاجه صعبه جدا لاي راجل بيت مسلم او ما مسلم، حاجه صعبه لما انت طلعتي من بيتي ومشيتي بيت راجل، انت تطلقي مني من البدايه، تطلقي بعد ذاك شيلي ورقتك، بعد ذاك امشي ان شاء الله تقعدي معاهم بالحرام، انا ما بيهمني ثاني. هل في انا ما اعتقد، لانه هي اعتقد فتحت بلاغ بتاع الدوميستيك فايلنس او دوميستيك ابيوز، يعني البلاغ ده هل تحروا فيه في من اول يوم ده من اول يوم هو حصلت المشكله هي فتحت البلاغ ده. نعم طبعا ما الكلام ده غير صحيح، صح مساله لانه شوف في بريطانيا في ناس هناك الشبكات اللي قاعد تقول دي اول حاجه بيبدا بانه هي ما استفزتك مثلا نقول بالشراب ده، استفزتك بقدر البيره ده، استفزتك اول حاجه. الحاجه الثانيه انت اكيد ما حترضى بالحاجه ده وحتتكلم كلام او ممكن تضربها او تبلغ فيك بلاغ بتاع دوميستيك فايلنس. الحاجه الثانيه بتقوم تطلع من البيت وتتصل للشرطه بتقول لهم انا والله ما حاسس بالامان في البيت. فالحاجات دي انت لاحظت لها مخططه صح؟ الحاجات دي لو شايفها يعني مثلا الحاجه بتاعت انا شوف انا اقول لك حاجه، الفتره اللي عاشتها معي دي 24 يوم اللي عاشتها معي في البيت دي، لو انا اصلا يعني قلت التاريخ الايام انت بتعرفها قدر شنو؟ انا الفتره بتاعت المعرفه تاخذ قدر شنو؟ تقريبا من عارف سنه كده، ويعني سنه عاديه اصلا كانت سنه. احنا ما بنتكلم عن موضوع الزواج، دي حاجه ثانيه، انه الزواج كان صح او غلط او كان ما في توافق بيناتنا، دي حاجه ثانيه يعني خليها دي حاجه بجنبها. نعم احنا بنتكلم عن الحصل حاليا هنا لما نحن عشنا. فكان